تخيل معايا كده في وقتنا ده ان في اي لحظه ممكن يحصل انفجار نووي، مش في فيلم ولا مسلسل، لا في الحقيقه. الهند وباكستان اللي بينهم صراع بقاله اكتر من 70 سنه، كل واحده فيهم ماسكه صباعها على زرار النووي ومستنيه التانيه تغلط، ومش في المستقبل البعيد، لا دلوقتي. ومش بنتكلم عن مجرد مناوشات او عمليات بسيطه لحد وقتنا ده. الهند طلعت ببيان وقالت انها نفذت هجمات دقيقه على مواقع ارهابيه في باكستان، وبناء عليه وزير الدفاع الباكستاني قال ان باكستان هترد. واللي يخوف اكتر ان امريكا والصين داخلين في الحكايه من تحت الترابيزه، وكل دوله بتحاول ازاي تستفيد من الازمه اكتر ما بتحاول انها توقفها. لكن خلي بالك، الجري ورا المصالح ممكن يسبب كارثه محدش هيعرف يسيطر عليها. ليه كشمير عامله الازمه دي، وازاي الموضوع خرج من نزاع حدودي وبقى ممكن يهدد امن العالم كله؟ خليك معايا عشان الموضوع فيه نقط ممكن تكون ما كانتش ظاهره قبل كده، وفي ابعاد تانية اقتصاديه ومخابراتيه اكتر من انه صراع حدودي. بس ما تنساش قبل ما نبدا تعمل لايك وسبسكرايب عشان القناه هتكبر بيكم. البداية مش هنطول في تاريخ الأزمة لأن أكيد أنت عارفها، لكن هنحكي باختصار عن تاريخها لو أول مرة تسمع عنها. سنة 1758 احتلت بريطانيا القارة الهندية، طبعا قبل ما تتقسم للهند وباكستان. الاحتلال دام لمدة 189 سنة. في البداية الإنجليز دخلوا الأول كتجار للعطار والنسيج، ودي كانت فعلا النية الأساسية ليهم، لكن مع الوقت بقى هم اللي بيحكموا بالحديد والنار، وتحولت لإمبراطورية كاملة، وتحول الوضع من مجرد تجارة لاحتلال بالسلاح. لكن طبعا الشعب اللي أرضه بتتاخد منه ما سكتش، وبدأ ثورات وانتفاضات كتير على مدار كل السنين دي، لغاية سنة 1947 بقيادة غاندي اللي اختار السلم عن السلاح، وفعلا تقرر بريطانيا انها تمشي. بس قبل ما تمشي قالت هتعمل حاجة اللي كانت شرارة للنزاع اللي بيحصل حاليا، وهي تقسيم القارة الهندية لدولتين على اساس ديني، الهند للهندوس وباكستان للمسلمين. فضلت حته صغيره بينهم وهي كشمير. الهند كانت شايفاها انها من حقها، وكذلك باكستان شايفه انها من حقها، لغايه يوم 22 ابريل اللي فات يحصل هجوم مسلح على مجموعه سياح هنود في كشمير، ويروح ضحيته 26 بني ادم، معظمهم كان من هندوس، ودي كانت بدايه الشراره. وطبعا كلنا عارفين ان العلاقه بين البلدين في عداء من سنه الانفصال 1947، والهند اعلنت حاله تاهب في المنطقه، وكذلك باكستان بدات انها تحرك قواتها لحد يوم 6 مايو اللي نفذت فيه الهند هجمه على 9 مواقع باكستانيه، وباكستان اعتبرت ان ده تحرك استباقي من الهند وهم اللي عايزين يبداوا الحرب. والهند وصفت الهجوم ده انه هجوم معتدل ودقيق على بنيه تحتيه ارهابيه. العمليه دي كانت الاكبر من نوعها في وقت السلم بين البلدين، ونتج عن العمليه دي مقتل 3 مدنيين واصابه 12 تانيين. الهند وصفت العمليه بانها مركزه ومعتدله، لكن باكستان شافت فيها عمل حربي وهددت بالرد، وبناء عليه باكستان اعلنت انها اسقطت طيارتين هنديتين، وبعدها بكام ساعه تطلع باكستان وتصرح انها دمرت كتيبه مشاة هنديه كنوع من الانتقام. اما الهند بدات انها تعمل تدريبات امنيه واسعه في 244 منطقه. وفي اليوم اللي بعده باكستان دخلت في مواجهه جويه مع القوات الهنديه، وقدرت انها توقع 5 طيارات من طراز ميج 29 ورافال الفرنسيه من غير ما الطيارات الباكستانيه تخسر حتى مسمار. الغريب في كده ان المواجهه حصلت في الاراضي الهنديه، يعني في قلب الدفاعات الجويه الهنديه، وكمان لسه الحرب بادئه. اما دي في رساله لناس معينين ان احنا كمان عندنا ميج 29 ورافال، لكن اوعى تفكرونا هنود. بالمناسبه بس عشان تبقى فاهم، دي مش اول مره في التاريخ ان الرافال تقع بسهوله كده، وطبعا السبب مش في انها وحشه، بل العيب اكيد في الطيار الهندي اللي كان بيسوقها، وبناء عليه تسبب في فضيحه للصانع الفرنسي. اما المفاجاه الثانيه ان السلاح الباكستاني كان سلاح صيني 100%، زي طيارات جي 10 سي وجي اف 17 ساندر. اللي عملته باكستان بالطيارات الصينيه خلى العالم كله يبص للصين بشكل مختلف، مش بس عشان هي كمصنع للاسلحه، لكن كدوله بتصدر منظومات لكل دول العالم عشان ما تعتمدش بشكل اساسي على امريكا وشروطها. باختصار، المعركه اللي قامت بيها الهند وباكستان المستفيد الاكبر منها كان الصين، بعكس مثلا ما الامريكان بيسوقوا للطياره بشكل مش كويس عشان ما حدش يشتريها. مش هنزود في تفاصيل المناوشات دي عشان كل دقيقه من دلوقتي بتحصل فيه اشتباكات وعمليات من الطرفين. اما بقى بالنسبه لمشكله الميه اللي هتبقى البنزين اللي هيولع الحرب بينهم، فالهند علقت اتفاقيه نهر السند، واللي بتعتمد عليه باكستان بنسبه 80% في الشرب والزراعه. والحكومه الهنديه بدات انها تبني سدود جديده في منطقه كشمير بمبدا لو عايز تهد دوله عطشها. المهم خلينا نرجع للتصعيد العسكري اللي حصل، واللي لغايه وقتنا ده الدنيا متوتره. الهند وباكستان كل واحده فيهم عندها ترسانه نوويه، لكن على حسب كلام مركز مراقبه الاسلحه ومنع الانتشار، فالهند عندها 164 راس نوويه، وباكستان عندها 170 راس نوويه او 172، واي تصعيد ممكن يخليها كارثه عالميه. وبعد عمليه سندور اللي حصلت من الهند، اتقالت تحذيرات غير مباشره من سياسيين ان ممكن يتم استخدام السلاح النووي عادي، لكن الهنود عقليتهم مختلفه شويه عن استخدام السلاح النووي، او ممكن نسميه هدوء وتفكير قبل قرار استخدامه. وده لسبب ان باكستان عندها مبدا اسمه العقيده النوويه الاولى، بمعنى ان لو حست ان في تهديد حقيقي ليها ممكن تستخدم السلاح النووي
النووي الاول، ده على عكس الهند الناحيه الثانيه اللي بتقول انها مش هتبدا الضربه النوويه، لكن طبعا الكلام ده وقت الجد بيطير. وفي تقارير استخباراتيه بتقول ان في قواعد نوويه باكستانيه بدات في حاله الاستعداد، وده لو فكرت فيه شويه هتعرف مدى غشم باكستان في التعامل مع ابسط مشكله. دي الهند لسه بتسخن بشويه عمليات خفيفه كده، يعني لسه الحرب بتبتدي، تروح باكستان مجهزه كل القواعد النوويه بتاعتها، وبناء عليه الهند نقلت اسلحه دفاع جو تقيله على الحدود، واللي بيقول ان في حاجه جايه اكبر من مجرد اشتباكات حدوديه. طيب ايه راي الدول الكبيره من الحرب دي سواء الصين او امريكا، ومين هيبقى المستفيد الاكبر من الحرب؟ الهند عندها تحالف اقتصادي وعسكري قوي مع امريكا، اما باكستان بتقرب اكتر وبتميل للصين، وفعلا الصين واقفه مع باكستان زي الاخ الكبير، مش بس بالكلام، لا ده بدعم عسكري واقتصادي وتحالفات مكتوبه بالورق كمان. في وثيقه رسميه بين الصين وباكستان اسمها اتفاقيه التعاون الاستراتيجي، ودي مش اتفاقيه عاديه كده وخلاص، دي بتقول ان اي تهديد لباكستان فالصين لازم تاخده بجديه كانه تهديد ليها بالظبط. يعني لو الهند فكرت انها تتحرك جامد ضد باكستان، الصين ممكن تتدخل، ومش عشان عيون باكستان، لا عشان مصالحها التجاريه ضد امريكا. ليه بقى الصين عامله كده؟ الصين بتستغل التحالف ده في حربها البارده مع امريكا، وهي شايفه ان امريكا بتحاصرها من كل ناحيه، فبترد على ده بدعم خصوم امريكا، وباكستان هنا تعتبر ورقه قويه جدا ضد الهند اللي هي اصلا متحالفه مع امريكا. اما الحاجه الثانيه فالصين عندها مشروع اقتصادي اسمه مبادره الحزام والطريق، وفي جزء مهم جدا منه اسمه ممر الصين باكستان الاقتصادي، ده بيعدي من اراضي كشمير نفسها. يعني الصين مش بس بتدعم باكستان، لا دي مستثمره جوه النزاع اصلا، ومش هتسمح لاي حد انه يعطل مشروعها، وده بيخلي طبعا الوضع اكتر توتر. اما الهند من ناحيه تانية فهي مش عاجبها الوجود الصيني ده في كشمير، وطبعا امريكا مش طايقه ان الصين تزود نفوذها في المنطقه، فالصين بتستغل الازمه دي ككارت ضغط على امريكا. ببساطه يعني كشمير بقت ساحه تصفيه حسابات بين الصين وامريكا، وطبعا اللي بيدفع الثمن هو المدنيين والجنود اللي واقفين على خط النار بين الهند وباكستان. انت بقى شايف ايه؟ هل الصين فعلا بتهتم بباكستان، ولا هي بتستخدمها كاداه بس عشان تتحدى امريكا؟ قول لي رايك، لان اللي جاي هيكشف ادوار لعيبه تانية، والهند وامريكا لسه ما دخلوش اللعبه جامد. طيب خلينا نروح للناحيه التانية اللي هي دعم امريكا للهند. علشان نفهم ليه امريكا واقفه مع الهند دلوقتي لازم نفكر في حاجه الاول، وهي ان امريكا مش بتعمل حاجه ببلاش، هي دايما عندها مصلحه وعينها دايما على الصين. الهند دلوقتي بقى بالنسبه لها اداه ضغط على الصين، يعني لما يبقى في دوله قويه زي الهند واقفه قدام التنين الصيني، ده مصلحه مباشره لامريكا، وخصوصا ان الهند قريبه من بحر الصين الجنوبي، وده من اكتر المناطق اللي فيها شد وجذب بين امريكا والصين. طب ازاي امريكا بتدعم الهند؟ اقول لك اولا ان في اتفاقيات دفاع ضخمه بينهم من ايام ترامب، واستمرت مع بايدن ورجعت تاني مع ترامب، زي بيع اسلحه وتدريبات عسكريه مشتركه وتبادل معلومات استخباراتيه. الهند مثلا اشترت من امريكا طيارات استطلاع متطوره وصواريخ دفاع جوي، وحتى طيارات F-16 المعدله. لما التوتر بدا يزيد بين باكستان والهند، امريكا بعتت اشارات واضحه انها واقفه مع الهند، وانها شايفه ان باكستان لازم تظبط بعض المجموعات اللي بتشتغل في كشمير. اما الملف الاهم هنا كمان هو التحالف الرباعي اللي اسمه كواد، واللي فيه امريكا والهند واستراليا واليابان. التحالف ده معمول اساسا عشان يوازن قوه الصين في اسيا، وده يورينا ان الهند دلوقتي بقت في عيون الامريكان مش بس حليف، دي ركيزه اساسيه في استراتيجيتهم في اسيا. بس بقى السؤال هنا، امريكا لو حصل تصعيد نووي بين الهند وباكستان هتتدخل ولا هتسيبهم يولعوا في بعض؟ وهل الدعم ده ممكن يزود ثقه الهند اكتر وتبدا بضربه نوويه الاول؟ يعني بدل ما تهدي الامور امريكا هي اللي تكون اللي بتشجع على الحرب من غير ما تقصد. انت بقى شايف ايه؟ هل ده دعم ولا توريط؟ اتشرفت بمتابعتكم، مع السلامه.